بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا الصلاة والصيام والقيام. أذكر سادتي بعنوان الدرس السابق وهو العدل، قيمة العدل. قلنا قيمة وفكرة. قيمة العدل، العدل أساس الملك كما يقال، العدل أساس الحياة. لا يمكن الإنسان أن يشعر بسر الحياة بعيدا عن قيمة العدل. وقيمة العدل لابد أن نتمثلها في جميع مجالات الحياة. نتمثلها داخل الأسرة، نتمثلها في السوق، في الإدارة، في القضاء، في المساجد، في الاستثمارات والتجارات، في جميع مجالات الحياة. ربنا عز وجل قال في آية القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. سورة النحل الآية 90. ربي سبحانه يبقينا غير يثمث ديال القرآن الكريم باللي العدل للساس الدنيث. منهج القرآن يتمثل فيما يلي: هناك آيات تدل وتحث على العدل، وهناك آيات تنفر من الظلم، والهدف هو المعنى يسلمت الآيات يغدي يمرنس العدل عم تقوم الإسلام لانت الآيات نظن يدينان الباطل ذي الحرام، يدينان الظلم ذي ريث يتهدوا. وقي المنهج القرآني، هذا هو المنهج القرآني من باب تجذير قيمة العدل أولا في قلوب الناس، في عقول الناس، وفي حياتهم، في سلوكهم. الآيات كثيرة، منها ربي ناد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ربي يمر سوى شو بتسامر العدل والإحسان. ذي الله ينظن ربي ناد: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية عامة ومجردة، تخاطب الناس بصفاتهم لا بذواتهم. مدينة وإذا حكمتم بين الناس، ما تحكم يري مذانا، ماشي كان يري المؤمنين، يري مذانا ياكو. إناد أن تحكموا بالعدل. ذاك مثل الآية ماشي خاصة بالحكام، ما خاصة بالقضاة. الآية عامة. وإذا حكمتم، لو كان ذيلي يون ديون وسندور السين مدن مخلفا، ويزنز تحانوت، ويزنز أكيال، ويزنز طوموبيل، ويزنز أين الله مخلفا. والخلافات لا حصر بلا حدود، خلافات كثيرة. السبة مش تسكر القيرة نورمال. النزاعات والحوايج جاري من الإمذان نسفهم كلام مخلفا وقيفان. الخلاف أي غير قوى الخلاف ذي الأمة لغياب قيمة العدل. أي غير لماذا أروقة المحاكم عامرة بالقضايا؟ أي غير إخام الله جوستيس شورا سيلوفا لليتيج لكونفلي جميع الأقسام. أما ذي الفونسي كاين يعني أنا كالو كالعقار، أما ذي السوسيال ذي الاجتماعي، أما ذي الأحوال الشخصية يعني الطلاق كذوين تيذبان، أما ذي البنال ذي الجنائي، كوارث. وربما راكم تسمعوا حتى في رمضان ونسلي في رمضان ظنت جرائم قتل، جرائم انتحارات، السويسيد، كلش يلا خلافات، نزاعات، لا فيولونس، العنف ذي كل. وثاني ظاهرة العنف ثقيلة كان عامة مخالف السن إلى لا فيولونس على طول. عندي الأصوات، عندي العقل ذي المعقول، عندي لو ديالوج الحوار، عندنا كل شوارع عندنا. وتقرر يكون أحكام عامة، حاشا لا المؤمنين لا المؤمنات مسعى الخلاف أثفرون سالخير سيزط سوى والزيظن سالشرع سالقانون
صواب الميزان. ولكن السؤال: هل كل الناس هكذا؟ بل هل معظم الناس؟ الجواب لا، بل معظم الناس لا يلجؤون إلى الطرق السلمية، إلى الوسائل الودية لحل مشكلاتهم وحل أزماتهم. لا، دائما الأذهان تنصرف وبسرعة ردود فعل سريعة إلى العنف وإلى التهديد وإلى ما يشبه ذلك. في غادي ياكل خلافات غير باسكو العدل ولاش يغاف العدل يضرو خسار دي الأمة، بل يضرو خسار دي العالم، لأن قيمة العدل ما نصوروهاش قيمة العدل في مستوى صغير، مستوى بسيط، لا، على في جميع المستويات، جميع المجالات، على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى الشعوب والأمم، وعلى مستوى الهيئات، على المستوى الدولي. إذن هناك غياب واضح جلي لقيمة العدل اللي ربي سبحانه يناد: وإذا حكمتم بين الناس بين الناس. ولو كان سين وثمات مخلفا هذا السنروك دي شقيقا فروثنس العدل، ماشي المعرفة، ماشي قال وقيت حملت في كاس وقي وتسنظران كساس خاطر ديك الحرام أربع دقائق نطبق العدل ومي تطبق خدم ثموسنيش خاطر الزمر أتخدم الثموسنيش وتغلظ ممكن أي غير توالي لا جيستيس إلى التريبيونال وبعدين لا كور سوبرام أي غير خدمة الهيئات. لماذا؟ شيء طبيعي، لأنه ممكن قاضي المحكمة قد يخطئ وقد يصيب، يعرض الأمر على مستوى المجلس لاكور هذه فك الرئيس، وبعدين ما إلى مازال النزاع على مستوى المحكمة العليا وهي محكمة قانون، التقاضي على درجتين، ولكن المحكمة العليا هي محكمة قانون. أسوالي اسكو مطبق القانون أو ماشي مطبق، أي غير الدنيا راك هو لاقي شيء طبيعي، خاطر الإنسان يجتهد قد يصيب وقد يخطئ. القاضي شريح من القضاة الكبار في التاريخ الإسلامي المشرق، كيف أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ. عمر الفاروق وما أدراك، كلما ذكر العدل كلما اتصل به عمر الفاروق، ولكن البشر بشر يصيب ويخطئ. لذلك يا جماعة الخير الآية يقول السلام: إن الله يناد وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثلاث الآية نظن ينادي ربي سبحانه عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن البغضاء إزمار ديك الشمرقيون اعتبارات ماهيش مشروعة، اعتبارات ذاتية ماشي موضوعية، أتفضيوني كساس باسكو تيحمل راه ذي الحرام الشيخ ذي الحرام الشيخ مالي يخدم لنا النوت خاطر العدل ماشي كان دي لي كونفلي ميم دي الشوالوية. الشيخ مالي يخدم لنا النوت هذه كوريجي أوك دي البريمير ناضي السؤال غندايلا مالي تفورقت إلى قسعة البارام إسقار البارام يسعى الإجابة النموذجية مالي يفكثان قيط إلى قد سيفك على حساب ذا شو يتوخذ من داخل ماشي ذي ولي للنوم برينو الفلاني ذميس الفلاني أسيف كاطاس وثي السينارة يلا افك طروان 4 صافي العدل جاي ثمثل نفهم راه كان دي لا جوستيس نفهم ذي كل المجالات وجاب لي ربي ثورة نقطة يدني ثورة سورتو قاعد يقارن سقيتني قلقا ونتقلق ثقي التجارة خاطرني التجارة خاطرني لا جوستيس يمكن لي يهمني لا نوت سي بور سا سلمي ووال يروق ذاك يقارن كينا هو الفلاني الشيخ الفلاني يتسقى ربي الشيخ الفلاني يتسقى ربي ثورة ماشي يدنا ولا شتيدت مانيش نقول يعني ما قاله التلاميذ أو الطلبة صحيح لا، ولكن كل منا يراجع نفسه. هذا هو المراد من كل يوم إلى قذي الزميمانيس وذي حسب مانيس هذه زرب لي قيمة العدل المطلوبة. سأذكر بعد حين مجالات
إذن هذه بعض الآيات الدالة على ضرورة التأسيس لقيمة العدل. وهناك آيات كثيرة تنفر من الظلم، والهدف واحد، كقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وكقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معنى وكأن الله عز وجل يقول: معاشر الناس، جربتم مرارة الظلم في دار الدنيا، اطمئنوا، في الآخرة عدل مطلق، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربي يحرم الظلم في منيس قبل يحرم يرانخ. الآن ما هي قواعد تطبيق مبدأ العدل؟ كثيرة، على رأسها قاعدة المرجعية. ما معنى قاعدة المرجعية؟ معنى الله ريفيرونس، ما تبقى ان كونفليت توض ريفيرونس، توض المصدر، توض المرجع. ثلاثي في دنيا القضاء، القاضي أشيني طبقا للمادة كذا وكذا، لا لوا كذا وكذا، لارتيكل لا لوا، بوركو القاضي يخدم هكا؟ يؤسس لحكمه طبقا للمادة كذا، المرسوم كذا، مرسوم تنفيذي، احتراما لمبدأ الشرعية كما راه موجود في الشريعة، موجود في القانون. في الشريعة موجود قمة الشرعية اللي هي الكتاب العزيز، الوحي الطاهر، القرآن الكريم. بعدين تأتي السنة النبوية الشريفة، وهكذا. بعدين يأتي الإجماع، بعدين درجة بدرجة. وفي دنيا القانون كاين الدستور، لا كونستيتيسيون هي الطوب، القمة، يسموه أبو القوانين. تهبط واش تلقى وراهم لي جوريست؟ يلا ندير امتحان خفيف برك. ابري الدستور واش نلقاو؟ دروك في الشريعة فهمنا كاين القرآن، من بعد تنزل السنة النبوية، بعدين الإجماع إلى آخره، بعدين الاجتهاد وكذا، قوال الصحابة. يلا في الجانب القانوني شكون يجي؟ كاين الدستور فوق، تحت الدستور واش يكون؟ قوانين. هذا قبل التعديل الدستوري. ولكن الآن المعاهدات الدولية المصادق عليها طبقا للمادة 132 من الدستور، المعاهدة الدولية المصادق عليها تسمو على القانون. قبل التعديل كان القانون في مرتبة المعاهدة الدولية، لا كونفونسيون. الجزائر الساعة كونفونسيون في العالم، اتفاقية إقليمية، اتفاقية دولية انضمت إليها، صدقت عليها إلى آخره. ولكن بعد التعديل يغال 96 أقصد ماشي ثورة، يغال المعاهدة الدولية تسمو على القانون، معناه المعاهدة الدولية المصادق عليها تدخل في تشكيل النظام القانوني الجزائري. تحت الاتفاقية الدولية نجد القوانين الموضوعية، قانون المدني، قانون الأحوال الشخصية، قانون الأسرة، قانون التجاري، قانون كذا إلى آخره. وبعدين تأتي المراسيم التنفيذية، مراسيم التنفيذية التي تبين الإجراءات التطبيقية لقواعد تشريعية. أي غردني غاكاي معنى لا ريفيرونس ما يثقفيليث الأعراف التضيف ذرين ما مخالفين عشان لا ريفيرونس تجديث تعرفيث أكيد ما مش تحسب المدنوية، تحسب المدنوية تعرفيث. مثلا اليوم كنا لي جون أتخمطة مغرى أكينا داويض الشروط كذا وكذا وكذا وكذا، أثنى داويض نالك عقدا قانونيا. ثعممت مثلا لا دوت، ثعممت كاين بعض الأعراف محددة لازم تعطيها هي، خطر العرف وتعريف العرف شرعا ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل، كان ضوابط العرف أيضا. إذن هناك مرجعية. القاعدة الأولى الأساسية هي احترام المرجعية.
الدين قال الله تعالى مثلا في باب أي باب في الموضوع التجاري أو الجنائي أو الأحوال الشخصية أو كذا. نحكي لكم نكتة ربما حكيتها لكم كاش نهار. واحد النهار واحد مات خوه الله يرحمه، قال لي ديرنا الفريضة على حساب شرع ربي، خاطر حنا لا فامي تاعنا النوبل، عائلة كبيرة ومعروفة، ما حبيناش يشوفونا الناس في لا جيستيس. قال اعطينا الفريضة. قلت اعطيني المعلومات راك نديك الفريضة. قال لي خويا مات وترك زوجة وترك بنتا وترك حنايا كاع خوته. قلت له الشريعة واش تقول؟ ربي واش يقول؟ شرع قرآن. زوجته ترث الثمن ثمطوث الساعة في 8 أي 200 طبقا للقرآن. يليس ناس يليس تساوي النصف. نعم ترث النصف، امشي النصف ناس النصف ثوار زريعة ما النصف طفلة تدي النص. نغاس تدي انت اللي قلت لي الشريعة تقول لك تدي النص. قال لي هو بنته مزوجة. قلت له مالغري مزوجة تدي النص. قال لي والله لا باس بها. شفت كيفاه الزريعة نتاعنا واعرة على بالك. قال لك صافي معناه الدار اللي تزوجوها معناتها الناس لا باس بهم. قلت له لا باس بها، إذا كان عندها لي مليار تدي النص 1/2. إذا خلى 25 هكتار تدي إذا خلى 50 هكتار تدي 25. إذا كان دراهم خلى 100 مليون تدي 50 مليون، كل شيء النص. طبعا بعد الثمن الباقي ترث النص مباشرة من أصل المسألة. قال هو الشريعة هذه ما عجبتوش. قلت له كيف؟ قال لي شوف لي القانون. قلت له نعم القانون 84/11 المادة 135 كيف كي القانون كي الشريعة. قالت لي كيف كي لا لوا كي الشريعة. قلت له هذا هو انت اللي قلت. قال اختنا القانون والشريعة والو فعرفي تجدد باش نقول له برك طفله ما تديش. شفتوا صافي هذا يحتاج بسيكولوج، ما يحتاج فتوى. شفتوا لي مونتاليتي. معنى هناك احكام شرعيه لا تطبق. لماذا؟ لانه لازم له اعاده بروغرام هنا في قلبه في دماغه. لذلك ربي قال في القرآن في سورة الرعد رقم الآية شفتوا عليها نورمالمون سميناها الآية الراعدة الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الجانب النفسي مهم في الشريعة. لذلك ربنا قال في سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 3 شروط. الشرط الأول تحكيم الشريعة، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني هو الرضا النفسي، القبول، معناه ذي قبل بنادم سقول زدينا ماما حكم الشريعة. الشرط الثالث ويسلم تسليما، معنى تطبيق بلا إشكال في التنفيذ، تطبيق. هذه بعض المعاني. وكان أمر آخر أيضا قاعدة مهمة أن القاضي أو الحكم لا بد أن يطلع على الملف. أي قضية لازم أنت جوج ولا أنت حاكم، أنت كوميتي فيلاج، أنت رجل عاقل، أنت مفتي، أنت إمام، واش تكون؟ لازم تقرأ الملف مليح، حذاري، تكون عاطفي. اللي شتك الأول تقول له عندك الحق. أمثلنا مخلوق أني يساد ونشتي فيض إنا يسعد الحق أبري يساد خصيميت جوست أبري إنا يسعد الحق صنطق التمغارثي سني سمشاكا يا عجبة أم زورت في كذا الحق ويسنت في كذا الحق إنا يسولاد كم سعد الحق. يلا ماشي هكذا، لازم واحد يقرأ، يطلع الملف، يقرأ الملف مليح وبعدين يحكم. إن الله يأمر بالعدل بالاستغراق. زيد حاجة أخرى، لازم الاستماع إلى طرفي النزاع في كثام الزوط. ماشي واحد يهدر حتى يشبع الآخر يبدأ تقول له خلاص عليه باش تقول يلا حكمت. لا خليه يهدر، خليه يهدر. هذه مسألة مهمة جدا
عندنا قصص عزيزة جدا في تاريخنا الإسلامي المشرق، وين يقف الخصوم أمام القاضي، شوف الحقوق يديوها كومبلي. ميم إذا كان القاضي ضحكت قدام هذا اضحك قدام هذا، ماشي واحد تضحك وتقول مرحبا اهلا وسهلا تفضل، ولا تدخل تزعف عليه، لا لا، ماشي واحد يوقف ولا واحد يريح، لا. دستور القضاء اللي داروا عمر الفاروق الى ابي موسى الاشعري لا بد ان يحفظ عن ظهر قلب، ولا بد ان يطبق ايضا اذا اردنا ان نتمثل هذه القيمه في حياتنا. أخيرا في أقل من دقيقة، فالعدل إذن قيمة نعمل جميعا على تمثلها في جميع مجالات الحياة. قلت لكم سادتي بدءا من الأسرة، العدل في العطية، العدل المادي والعدل المعنوي، وكذلك داخل المجتمع، وكذلك في السوق، في التجارات، وفي الإدارة، وفي أروقة القضاء، في جميع مجالات الحياة. هذه القيم بها يحفظ هذا المجتمع وبها يحفظ هذا الدين. مثلا القيمة الحياة والسعر السر ما إلى قوى الباطل السؤال الدنيا تسطوح الفنة ذا شو تسكن الفنة غيثو ذرث ذي العدل ما يري مذانا ماشي ذيني سهلا، هذا الأمر ليس بسيطا ذيني قوارا، ولكن ربي سبحانه يزمر ذا غي عيون ما نكون نبغى نبدل انكس الباطل سقولا وننغ وثنك سقولا غنغ ربا غي عيون هذه يبدل ثوذرت النغ ثوذرت قلهان اكن غدينا دي سورة الرعد ما كسلم الآية رقم 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.